السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا حبايبي كده نشوف نبتدي فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب يكون سهل وخفيف عليكم كده. طبعا هنخلي ابو اسلام يقول لنا البصل، اذا ريحة البصل بتتزرع ازاي بدايتها، وهيوريكم البصلايه حجمها بيبقى ايه وشكلها ايه. ايوه يا ابو اسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البصل دوت يا حبايبي دوت جايبه عشان اعمله زريعه. اهو وطي بقى دوت وروا هيتعمل لهم كده تقاوي، اهو. بتطلع تيجي بعد امشير، بتطرح اقماع كده. اه بنلبسها اكياس عشان العصافير ما تاكلهاش، اه. وبعد وبعد كده ناخدها كده بقى نبذرها تطلع زريعه ناخدها نشتلها. احسن انما ما بنشتري، يعني زي ما انما هو بنشتري. هي بصوا بصوا البصله يا البصلايه حبايبي، مزرعه اهي. بصوا بسم اهي الله ما شاء الله اهي. تطلع اهي. احنا بنسرد البصلايه الحلوه اه اللي تنفع بصلايه الدوره النظيفه اهي، لكن فلقتين لا. عشان تطلع تقاوي حلو. تزرعها ازاي؟ وريها لهم بقى يا ابو بنزرع اسلام. بقى، بنغرس كده في القمح عشان يبقى متدري من العصافير، لان العصافير اه بتحب الزراعه بتاعته بتاكلها. اهي بصوا يا حبايبي اهي، هي بتزرع كده بس. طبعا لازم يكون على الاحراف جنب الحدود كده، او على بيتني، يعني ايه، على حرف كده، عشان انتوا ممكن ما تعرفوش يعني ايه بيت. اهو بصوا بيزرعها ازاي. طبعا الغله دي شربانه امبارح، ووريكم الري ازاي يا حبايبي اهو. طبعا هو كده بيزرعها اهو. شوفوا الغله شكلها جميل ازاي يا حبايبي اهي. بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل اهي. بصوا يعني حاجه مفيش احلى من كده. هو ده يوم الفلاح. الحته دي خفيفه برضو كده، ابو اسلام ازرع فيها اهو. غدرها جرجير برضه. اه هو بيتغرس كده بس اهو. اه. وده ترمس اللي وراك ده دي ترمس اهو. دي الترمس. دي الترمس. ما تخش بواحده كده جوه شويه. اه انا بقى كده، هي القناه اسمها يوميات ام اسلام بنت الريف، فاحنا كده بننقل لكم يومياتنا في الغيط شكلها ايه اول باول. اول باول كده. يعني ايه، هنزرع مثلا خضار، هنزرع مثلا طماطم، هنشتي كرنب، مش عارف ايه، كل حاجه بننقلها لكم اول باول يا حبايبي. بص هيطلع ديت. بصوا اهي، شوفوا بنزرعها. الزريعه دي هي اللي بتطلع التقاوي يا هتكبر حبايبي. لسه. اه لسه هتكبر. طبعا البصل لازم تكون دورة شوية. وفي بقى اللي بيزرعوا الابيض، البصل الابيض، بس بصراحة احنا ما مش بنحب البصل الابيض. الابيض دي بيبقى صغير. هو برضو في ناس، يعني ايه، في ناس بالله مثلا عشاق البصل الابيض. احنا لا، احنا من الاحمر، بنحب البصلايه الحمراء، بتبقى مسكره في الطبيخ، وبتبقى حلوه في الاكل، وبتبقى في يعني احنا من نظريتنا هي احلى حاجه. لكن طبعا اللي بيحب البصل الابيض على دماغنا وطبعا كل الاحترام والتقدير لهم اللي بيستعمل البصل الابيض، لان هو برضو له استخدامه، ده له استخدامه وده له استخدامه. البصل الابيض بنروح للمحلات بتاعت الكشري. بتاعت الكشري شوفوا اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل اهو. اهو كده خلصت الكمية.
اهو. ايه يا ابو اسلام، خلصت؟ كده خلصنا بقى خلاص. اه. كده دوت بقى الكميه اللي انا محتاجها زرعتها. اهو البصل بدل ما ده. اروح اشتري تقاوي واروح اجيب اشتري بصوا بالقصبه، اهو مزروع اهو. بدل ما اروح اشتري بالقصبه اهو. دون بعمله باخده بعد كده، بعد اه. ما بيطلع التقاوي ويجيب الاقماع بتاعته بعد امشير، بتصفيه. بنمسكه بقى نربطه بكياس عشان العصافير ما تاكلوش. اه. وبعد ما نربطه وهو بقى بيبتدي يصفر كده، بناخده نصفيه ونخزنه. اه. وفي شهر 10 بنبدره، اول 10 اه. او نص 9 كده نبتدي نبدر الزريعه. اه. بتبتدي بقى في ناس بتزرع بقى من اول 11 في نص 11 اه. لحد شهر واحد اللي احنا فيه ده. الناس ايوه. بتاخد الزراعه تزرع اه. يعني، بس البدري حلو. اه. انا من نفسي انا بزرع في نص 11 اه. او 15 11 10 يعني 11. قلت بدل ما نروح اخر اه، الدنيا نجيب بدل ما اروح شتلة اجيب من وكده من محافظه تانية، انا بروح اجيبه اه. من محافظه الشرقيه. اه. بدل ما اروح اجيبه من محافظه الشرقيه انا بعمله اهوت احسن. وبعمله على ايدي وتقوي على ايدي وتقوي نظيفه وبنقيها بقى. بتنقي البصلايه اللي بنقي البصلايه تعجبك. النظيفه اللي تعجبني تطلع اه. تقوي نظيفه. اه. وربنا يرزق الجميع يا رب، ربنا يا يصلح حال رب، الجميع اللهم يا رب. امين، اللهم وربنا امين. يرزق قوت المسلمين يا رب. امين. اللهم ما احرس مصر واهلها يا رب. امين يا رب العالمين. ارجع لكم بقى يا حبايبي. وده هو يا حبايبي وريناكم البصل بيتزرع ازاي، ابو اسلام قال لكم. وبدل ما نشتريه فعلا من حته بعيده، لا نزرعه في ارضنا. اهو البصل مزروع اهو، والارض جميله جدا اهي قدامكم، كل حاجه تمام. طبعا يا حبايبي، كده يعتبر ايه يومنا كده، ايه اشتغلنا وخلصنا في قلب ارضنا. وكده يعتبر ايه يعني بالعربي الفصيح كده خلاص قربنا نخلص. كده هنبص على البصل وعلى الخضار اللي احنا زارعينه امبارح مع بعض وايه، وكده خلاص يعني. كده يعتبر اليوم تم خالص. الفيديو بتاع النهارده خلاص اهو. وريهم المساحه يا ابو اسلام، وريهم منظر الغله ومنظر الفراشات البيضاء اللي بتطير دي. كل حاجه حلوه اهيت، وكل حاجه زي الفل. بسم الله ما شاء الله عليه، يعني كرم من عند ربنا علينا. الاراضي دي اهي، لانها يعني ايه بتساعدنا في المعيشه. بيبقى بصلنا عندنا، تومنا عندنا، رزنا في بيتنا الحمد لله، خضارنا، نقطع حته كرومبه، بطاطس، كل حاجه بتبقى متاحه في ايدنا صراحه. والفضل لربنا ثم ابويا رشاد الله يرحمه، ان هو تعب يا حبايبي واحنا دلوقتي مرتاحين اهو. اوريكم كده المساحه اهي. بصوا الناس راحة الغيط بتاعها اهوت ماشيين. هو كده يعني احنا بنبتدي في الفلاحين هنا يومنا كده. إيه نعزق بقى، نرش الارض عشان الحشرات، نجمع طبعا يوم الجميع ده بيبقى حاجة فرحة. سبحان الله، انا بحب كده اهو. انا بحب الحاجة اللي بنجمعها وكده، لان بيبقى خير لعيالي وولاد ولادي وكده، يعني بيبقى خير في قلب البيت اهو. اوريكم كده المساحة اهو. وده الترمس اهو يا حبايبي. بصوا الترمس اهو، شجرة الترمس اهي لسه صغيرة اهي. بصوا بنزرع الحرف كده، بنقول يعني ايه بدل ما نشتري الحاجة، لا عندنا الارض نزرع فيها وكده اهو. بسم الله ما شاء الله، الحاجة زي العسل. قدامكم كل حاجة على الطبيعة، مفيش احسن من الطبيعة يا حبايبي. طبعا هدوء، راحة نفسية. تبصوا تلاقوا يعني اعصابنا ما بترتاحش صراحة لما بنيجي الارض اهو. انا حبيت اوريكم اهو. طبعا ابو اسلام رايح يبص على البصل برضك اهو. البصل اللي هو مزروع يا حبايبي، مش اللي هو الكبير، لا اللي هو مزروع، اللي هو لسه اخضر. بصل زي اللي احنا بناكله كده مع الجبنة والحاجات دي، مش بصل ناشف نطبخ بيه، لا
ده بصل ناشف اللي احنا زرعناه، لكن البصل الاخضر بعد ما شرب هو رايح يبص عليه، عشان لو عايز مثلا يتهرش كده بصوابعنا عشان الحشيش وكده. هو كده اهو. بصوا المنظر، منظر جميل جدا اهو. طبعا يا حبايبي مش هقول لكم بقى اعملوا لي لايك وكومنتات والكلام ده كله. اسيبكم في مع الله كده وفي رعاية امن كده، ويا ريت كل اللي ما اشتركش في القناة يشترك. طبعا يا حبايبي فضلا وليس امرا ان انتوا تشتركوا لي في القناة، لاني انا بنت مصر، بنتكم واختكم، فطبعا القناة مش هتكبر الا بيكوا وليكوا. وطبعا يا حبايبي احسن حاجة اقولها لله الامر ومن قبل ومن بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين في كل مكان.